السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعين قناة منوعات وحكايات مع شمس. النهاردة حكايتنا مش مجرد حكاية عادية، دي حكاية عن جبر الخواطر من ربنا سبحانه وتعالى. عارفين لما الدنيا تضيق بيك وتفتكر ان الابواب كلها اتقفلت؟ بالظبط ده اللي حس بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن. وعشان ربنا عظيم اراد انه يطبطب على قلب نبيه برحلة مفيش عقل بشري يتخيلها. رحلة اخترقت الزمان والمكان، من الارض للسماء ومن مكة للقدس في ليلة واحدة. ازاي ده حصل؟ وايه اللي النبي شافه فوق في السماوات السبع؟ وايه الهدية اللي رجع لنا بيها من الرحلة دي؟ كل ده هنعرفه بالتفاصيل في حكاية النهاردة. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة بتسمعني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعل الجرس علشان شمس تطل عليك بكل حكاية جديدة. ويلا بينا نبدأ الحكاية. حكايتنا النهاردة حكاية رحلة الإسراء والمعراج. الحكاية بدأت في وقت صعب جدا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان لسه فاقد زوجته السيدة خديجة وعمه أبو طالب، وكان بيمر بعام الحزن. فربنا أراد أنه يطبطب على قلبه ويرفع من روحه المعنوية. فكانت المعجزة دي في ليلة جميلة نزل سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه البراق. والبراق ده كائن أبيض جميل سرعته خيالية، بيحط رجله عند أبعد نقطة بيشوفها بعينه. ركب النبي صلى الله عليه وسلم البراق وانطلق من المسجد الحرام في مكة لحد المسجد الأقصى في فلسطين. هناك النبي صلى الله عليه وسلم صلى إمام بكل الأنبياء والرسل، ودي كانت علامة على مكانته العالية جدا. بعد كده بدأت الرحلة للسماء. سيدنا جبريل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وطلعوا للسماوات واحدة ورا التانية. في كل سماء كان النبي بيقابل أنبياء زي سيدنا آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم عليهم السلام، وكلهم كانوا بيسلموا عليه ويرحبوا بيه، لحد ما وصل لمكان مفيش بشر ولا ملك وصل له قبل كده، وهو سدرة المنتهى. في المكان العظيم ده النبي صلى الله عليه وسلم كلم ربنا سبحانه وتعالى من غير حجاب. وفي الليلة دي ربنا فرض علينا الصلاة. في الأول كانت 50 صلاة في اليوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل يراجع ربنا بتوجيه من سيدنا موسى عشان يخفف عننا، لحد ما بقت 5 صلوات في العمل، لكن ثوابها زي 50 صلاة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مكة في نفس الليلة قبل ما الصبح يطلع، ولما حكى لقريش طبعا كذبوه، لكن سيدنا أبو بكر قال جملته الشهيرة: إن كان قال فقد صدق. ومن هنا اتسمى الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم بيت المقدس بالتفصيل، ووصف لهم قافلة كانت جاية في الطريق، وفعلا كلامه طلع كله صح. يا رب زي ما جبرت خاطر نبيك وحبيبك في ليلة الإسراء والمعراج، أجبر خواطرنا جميعا يا رب. نور طريقنا ببركة الصلاة، واشرح صدورنا، وحقق لكل واحد فينا حلم بيتمناه وبيدعيك بيه وهو ساجد. اللهم استودعناك قلوبنا وأمنياتنا، فبشرنا بما يسرنا يا كريم. ودي كانت حكايتنا باختصار عن رحلة الإسراء والمعراج. وفي نهاية حكايتنا النهاردة بنتعلم إن مهما ضاقت ربنا دايما عنده فرج كبير ومعجزات ما كانتش على البال. زي ما جبر خاطر نبيه في ليلة الإسراء والمعراج، قادر إن هو يجبر خاطرك ويحقق لك حلمك اللي بتتمناه. يا رب تكون الحكاية لمست قلوبكم زي ما لمست قلبي، وتكون نورت لينا طريقنا وعرفتنا قيمة الهدية اللي ربنا بعتها لنا في الليلة دي، وهي الصلاة. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تدعموني باللايك وتكتبولي في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كانت معاكم شمس من قناتكم منوعات وحكايات مع شمس. أشوفكم على خير في حكاية جديدة، وفي أمان الله.